سلام خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد ووصفه جديده، وصفه اللي بزاف سهله واقتصاديه وتوجد بالخف. على بالي راكي حايره واش ديري اليوم فطور. تبعي معايا الفيديو من الاول للاخر، ولبسي هذيك الطابليه وروحي للكوزينه حضري هذه الوصفه، وصفه طاجين الخوخ. وصفه اللي بزاف سهله واقتصاديه كما كنت قلت لك، بدون لحوم بدون اجبان، غير بالبطاطا والبيض. وانتي حضرتي هذه الوصفه بنتها عظيمه يا البنات. جربيها وقولي لي في التعليقات كيفاش جات معك هذه الوصفه. على بالي من اليوم راهي راح تولي لك ادمان. بلا ما نطول عليكم خياتي، يلا نبداو مباشره في الوصفه. ولكن قبل ما نبداو الوصفه خلوا لي جام هكاك باش يطلع هذا الفيديو لاكثر عدد من الناس باش يستفادوا منه كامل. وخلي لي كومنتير من وين تتابعيني، واشتركي في القناه اذا ما راكيش مشتركه في القناه، هكاك باش يوصلك كامل لي فيديو نتاوعي. هنا كنت قسمت لكم حبه باش تشوفوها من الداخل. شوفوا الشكل تاعها واللون تاعها جاي شهي، والبنه اكيد روعه. جربوها، على بالي ما راكمش رايحين تندموا عليها. اول حاجه جبت كميه نتاع البطاطا. اكيد الكميه راكم رايحين ديروا على حسب افراد العائله نتاعكم. انا هنا درت هذه الكميه، قيس 3 حبات كبار. اكيد نقيتها مليح وقطعتها رقيق، وخليتها في الماء تغلى حتى طابت لي مليح. ومن بعد تيك نقعد نطحن فيها بفرشيطه كما راكم تشوفوا لهنايا، حتى وين نطحنها كامل. ما تخلوش هذوك الحبيبات باش تنجح لكم الوصفه نتاع اليوم. ومن بعد تيك راني رايحه ندير لها 2 مغارف نتاع الزيت، وضفت لها تاني شويه نتاع الملح اكيد باش ما تجيناش صامطه هاد البطاطا. وندير لها تاني التوابل، درت لها شويه نتاع الكمون وشويه نتاع الكزبر وشويه نتاع الزعفران باش يجي اللون تاعها شباب. كيما راكم تشوفوا لهنايا نضيف لها هذيك التوابل باش تجيني البطاطا بنينه، ونقعد نخلط فيها حتى وين يمتزجوا كامل هذيك التوابل مع هذيك البطاطا. وهنا من بعد ما خلطتها مليح كيما راكم تشوفوا نتحصلوا على هذا القوام. ونزيد لها هنا شويه نتاع المعدنوس ونخلي شويه نزين به في الاخر، ونقعد نخلط مليح في هذاك المعدنوس حتى ندخلو مليح هذيك البطاطا. وهنا في صحن صغير ندير شويه نتاع الزيت، نعاون به روحي كي نعود نخدم في هذيك البطاطا باش ما تلصقليش في يديا. نفرش شويه نتاع البطاطا في يدي ونحط عليها هذيك البيضه، ونحاول اني نغطيها كامل بهذا الشكل كما راكم تشوفوا لهنايا. طريقه بزاف سهله يعني، عاوني روحك بهذاك الزيت وراكي رايحه تحصلي على هاد الكرات. نعاود نخدم واحده اخرى قدامكم باش تشوفوا الطريقه. كما قلت لكم طريقه بزاف سهله يعني، كما راكم تشوفوا لهنايا بالخف تخدميها حتى نكمل الكميه اللي عندي كامل. هنايا بعد ما كملت هذيك الكميه اللي عندي، جبت زوج بيضات درتهم في صحن كما راكم تشوفوا لهنايا وخلطتهم. راني راح نرمد فيهم هذو الكريات، وراني راح نرمدهم تاني في لاشابلوغ. نقعد نرمد فيهم حتى وين تتغطى كامل هذيك البطاطا بهذيك لاشابلوغ كما راكم تشوفوا لهنايا. نحاول اني نسوي الشكل تاعها نعدلو مليح. ومن بعد تيك راني رايحه نحطها في البلا. ندير كامل الكميه بنفس الطريقه، نحطهم في البيض ومن بعد تيك في لاشابلوغ ومن بعد تيك نحطهم في البلا. نعاود معاكم حبه واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه كما راكم تشوفوا لهنا. من بعد ما خدمتها في البيض راني رايحه نعاود نرمدها في هذيك لاشابلوغ حتى وين نغطيها كامل. وهنا بعد ما كملت الكميه نتاعي كامل راني رايحه نقليهم. اكيد في مقله درت شويه تاع الزيت، ماشي شويه، ديروا كميه قيس وين تلحق للنص تاع الحبه باش تحمر لكم كامل مع بعض كما راكم تشوفوا لهنايا. بعد ما قليتهم قعدت نحرك فيهم حتى وين يحمروا لي كامل. من بعد تيك راني رايحه نحيهم. كيما راكم تشوفوا وصفه بزاف سهله وتوجد بالخف، والاهم من ذلك انها اقتصاديه بدون لحوم بدون اجبان. هنايا كيما راكم تشوفون بعد ما كملت نحيتهم كامل، نحطوا هاد البلا بجهه ورانا رايحين نخدموا لاصوص مع بعض. في مقلاده شويه نتاع الزيت، وراني رايحه ندير حبه بصل كبيره مقطعه رقيق كيما راكم تشوفوا لهنايا. ومن بعد تيك راني رايحه نضيف لها التوابل، زعفران، ملح، كمون، كزبر والثوم والرند. اكيد رانا رايحين نحطهم على هذيك البصل اللي كنا قطعناه من قبل بهذا الشكل. وراني رايحه نقعد نحرك فيهم حتى وين تكتك مليح هذيك البصله مع هذيك التوابل وتطلق البنه نتاعها كيما راكم تشوفوا لهنايا. بعد ما طابت لي مليح هذيك لاصوص راني رايحه نزيد لها زروديه، درت 3 حبات كبار، ودرت الكميه نتاع الزيتون كيما راكم تشوفوا لهنايا.
ومن بعد تيك راني رايحه نمرق بالماء السخون باش تجي الماكله نتاعي بنينه. هنايا درت الكاس الاول وراني رايحه نضيف الكاس الثاني بهذا الشكل، نقعد نحرك باش ما تلصقش لاصوص من التحت. ومن بعد تيك راني رايحه نغطيها ونخليها طيب. انا هنايا برك صورت لكم في المقله، وانتم ما ديروا الكوكوطه طيبوا فيها باش تطيب لكم هذيك زروديه. وهنايا بعد ما طابت لي مليح كما راكم تشوفوا تجي المرقه تاعها خاطر الله الله وتجيكم بنينه تقطر بالبنه. هنايا كيما راكم تشوفوا راني نزين في البلان تاعي معاكم. درت هذيك لاصوص مع زروديه وزيتون، وراني رايحه نستف هذوك حبات الخوخ تاعي كيما راكم تشوفوا لهنايا نستفهم مليح. ومن بعد تيك راني رايحه نزين بشويه نتاع المعدنوس من الفوقه كيما راكم تشوفوا يخرج اللون تاعها يشهي والمذاق تاعها روعه. جربوه على بالي رايح يعجبكم. والاهم من ذلك كما قلنا انه اقتصادي. راني راح نقسم حبه قدامكم باش تشوفوا الشكل نتاعها من الداخل. هذيك الحبيبه نتاع البيض مع هذيك البطاطا اللي مغلفه بها يجي المذاق تاعها روعه. جربوه على بالي رايح يعجبكم. في الاخر هنايا نقولكم خلوا لي جيم وخلوا لي كومنتير شباب كيما نتوما، باسكو راني نتعب بزاف التصوير. شجعوني بشويه تعليقات شابه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.